أحبائي المشاهدين، صعد من الحلقة الثانية وكان في منافسة شديدة مع الشيخ شعبان عبد الجيد، لكنه حسم المسابقة وحصل على 85% من النتيجة النهائية. وجاءنا من محافظة الدقهلية إنه فضيلة الشيخ عمرو الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام.
فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. أحباء المشاهدين، بلابل القرآن حلقت في سماء الفتح، فأهلا ومرحبا بهؤلاء الذين يبدعون ويمتعون أحبائنا المشاهدين. هيا بنا إلى مغرد مسابقة إبداع لنرى معا ما هو النقد البناء في هذه المسابقة للصوت القرآني مع فضيلة الشيخ مصطفى اللاهوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أنه الأربعة على مستوى متقارب، وما نقدرش ننكر أن في درجات وتفاوت من حيث تناول النص من حيث الصوت، وتناول النص من حيث الأحكام، وتناول النص من حيث الحالة النفسية. ولكن هل مسموح لي بالإعلان؟ الآن في نهاية الحلقة إن شاء الله. طيب بإذن الله. على أي حال، هو أخونا اللي هو عمرو السعيدي من الدقهلية بنقول له أنت ربنا مديك إمكانية كويسة وممكن توظفها أكتر من كده.